كالعادة اليوم باش نخلي لكم شوية بين حاجتين بعاد على بعضهم، انك تكون مع شخص بلغتنا احنا مغلق برشا او انك تكون مع شخص متفتح اكثر من اللازم، شنو باش تختار؟ نعملوا كالعادة المقارنة متاعنا ونبداو بميزات انك تكون مع شخص متفتح برشا. اول حاجة هي التواصل اللي باش يكون اسهل برشا وباش تلقى راحتك اكثر انك تحكي معه في اي موضوع مهما كان. الخلافات زادة باش تكون اسهل انها تتحل على خاطر كما قلنا التواصل خير، وزادة مش باش يكون يميل للانفعال اكثر وقت الخلافات. المتفتح برشا زادة باش يعطيك مساحتك على خاطر باش يخلي لك الحرية انه يكون عندك حياة شخصية من غير ما يتدخل فيها هو ومن غير ما يعرف عليك كل شيء. نمط الحياة زادة يكون بعيد عن الروتين على خاطر الاشخاص المتفتحين باش تلقاهم عندهم قابلية اكثر او مرونة اكثر للتغيير واستعداد اكبر للتجارب الجديدة. هي ماهيش قاعدة، لكن العباد اللي متفتحين اكثر من اللازم تلقاهم قليل وين يميلوا للتحكم على خاطر ما يتدخلوش برشا في حياة الشريك. نجيو توا الميزات انك تكون مع شخص مغلق اكثر من اللازم. اول حاجه باش نحكيو عليها هي الغيره اللي هي جزء كبير وجزء مهم برشا واكبر دليل على الحب، الحاجه اللي ما تلقاهاش برشا عند العباد المتفتحه برشا. بحكم انه كما قلنا ما فماش غيره وما فماش بلغتنا احنا حزاره، فهذه حاجه تنجم تخلي الشريك يحس بالاهمال او عدم الاهتمام. صحيح ما هيش قاعده، لكن عاده يكون فما ميل اكبر للالتزام. بحكم نمط الحياة الهادئ شوية والنجم يكون زاد روتيني شوية، فهما أكبر ميل للاستقرار زاد. بحكم انهم ما يميلوش برشا لتعدد العلاقات، فهم اكثر تمسك بالعلاقه ويعطيوها قيمه اكبر. دونك توا نسألك، اذا كان انت تحطيت في موقف باش انك تختار بين هذوم الزوز، شنو تختار؟